فيلمنا بيبدأ في دار للأيتام في مدينة لندن، وفي نص الليل بتروح مديرة الدار عند الباب علشان تقفله كويس، لكنها بتلاقي مجلات على الأرض قدام الباب فبتتشغل فيهم وبتنسى تقفل الباب. وبنشوف بعدها طفلة يتيمة اسمها صوفي متغطية بالبطانية بتاعتها وبتكون شافت اللي حصل، فبتروح تقفل الباب بنفسها وبتعدي على الساعة وبتحرك العقارب بتاعتها وبتخليها الساعة 3 بالليل، وهي راجعة بتجيب رسائل البريد معاها من قدام الباب وبتطفي النور وراها. وبتحكي صوفي وبتقول إنها بتحب الساعة 3 بالليل علشان ده الوقت اللي بيحصل فيه السحر، وبيكون ده الوقت اللي بتكون صوفي صاحية فيه. وبعدها بتروح تحط رسائل البريد في أوضة المديرة في مكانهم المخصص، وبتسمع صوفي صوت دوشة جاي من الشارع، فبتبص من الشباك وبتلاقي رجاله سكرانين وبيعملوا ازعاج، فبتزعق لهم صوفي وبتقول لهم ان في اطفال نايمين وبتهددهم انها هتبلغ الشرطه لو ما مشيوش، وبتقفل الشباك ونور الشارع. وبيشوف الاشخاص السكرانين ظل ضخم جدا عند الدار فبيخافوا منه وبيهربوا بسرعه، وساعتها بتكون صوفي فاكره انهم خافوا من تهديدها. وبعدها بتروح صوفي للعنبر بتاعها اللي بتنام فيه مع الايتام وبتقعد في سريرها وبتتغطى وبتنور الكشاف علشان تقرا كتابها. وبتدخل المديره العنبر فبتمثل صوفي انها نايمه وبتطفي نور الكشاف، ولما بتمشي المديره بترجع صوفي تكمل قرايه كتابها. وبعد شويه بتسمع صوت جاي من بره الدار وبتروح ناحيه البلكونه وبتردد القوانين اللي المديره معلماهم لكل الايتام، وهي انهم ما يروحوش للشباك، وانهم ما يبصوش يشوفوا ايه اللي ورا الستاير، وانهم ما يقوموش اصلا من السرير بالليل. وبتخالف صوفي كل القوانين وبتروح للبلكونه وبتلاقي ان القطط اللي في الشارع هم اللي بيعملوا الصوت. وفجأة بتظهر ايد شخص عملاق وبتشيل صندوق الزبالة من وسط الشارع اللي القطط وقعوه وبترجعه مكانه، وبيظهر صاحب الايد وبيطلع انه شخص عملاق وبيبص لصوفي وبيتخض علشان شافته. ولما بتشوفه صوفي جاي عليها بتروح جري لسريرها، بس العملاق بيحط ايده في الشباك وبيمسكها وبيشيلها هي والبطانية وكتابها. وبيجري العملاق بصوفي في مدينة لندن وبيكون عنده قدرة رهيبة على التخفي، وبيستخدم جسمه والغطا اللي عليه علشان يتخفى على شكل حيطة او على شكل حمولة على عربية نقل لما حد من البشر بيكون معدي. ولما بيطلع العملاق من المدينة بيجري بخطوات كبيرة وهو بينط بين الشجر وبيعدي من البحر وبينط لفوق ما بين السحاب، وبيوصل للكهف بتاعه اللي بيكون بيته اللي بيعيش فيه. وبيعلق صوفي بالبطانية بتاعتها في غصن شجرة في البيت وبيروح يقطع خضار شبه الخيار لكنه ضخم، فبتنتهز صوفي الفرصة وبتحاول انها تهرب وبتخرج من البطانية بتاعتها وبتمشي على أغصان الشجرة، وبتلاقي شباك وبتفتحه بصعوبة، لكن الشباك بيوقع حاجات على الأرض، فبيعرف العملاق إن صوفي بتحاول تهرب. فبيروح لها العملاق وبتعرف إنه بيعرف يتكلم، وبيقول لها إنها مش هتعرف تهرب من هنا إلا لو كان عندها أجنحة تطير بيها. وبيقفل العملاق الشباك وبتقع صوفي في الطاسة اللي العملاق بيعمل الأكل فيها، وبيحط العملاق الطاسة اللي فيها صوفي على الترابيزة وبيفضل يكمل تقطيع الخيار العملاق. فبتسأله صوفي هم فين، فبيقول لها إنهم في أرض العمالقة. وفجأة بتسمع صوفي خطوات عملاقة جاية من بره، فبتتخض وبيبص الشخص العملاق من الشباك وبيقول لها إنهم زمايله العمالقة. وبتكون صوفي خايفة جدا وبتتحايل عليه إنه ما ياكلهاش، فبيضحك العملاق عليها وعلى طريقة تفكيرها وبيقول لها إنه ما بياكلش البشر. فبتقول له صوفي إنها يتيمة وعايشة في دار أيتام والأطفال بيكرهوها، والدار اللي عايشة فيها كلها قوانين صارمة والحياة فيها صعبة. فبيشتم العملاق مديرة الدار بسبب إنها عاملة قوانين صارمة في التعامل مع الأيتام. وبيدي لصوفي نضارتها وبتلبسها وبتسأله هم العمالقة التانيين طيبين زيه كده، فبيصب العملاق لنفسه طبق أكل من الحلة اللي فيها الخضار وبيقول لها إن العمالقة بياكلوا البشر وكمان بيتنمروا عليه علشان ما بياكلش البشر زيهم. فما بتكونش صوفي فاهمة هو ليه خطفها لو هو مش هياكلها، فبيقول لها العملاق إنه اضطر يخطفها علشان ممكن تفضح سره وتقول للناس إنها شافته، وساعتها الناس هيقبضوا عليه ويحبسوه في قفص زي الحيوانات. وبتفضل صوفي تحلف إنها مش هتقول لحد وبتطلب منه يرجعها الدار، لكن العملاق بيقرر إنها هتفضل معاه هنا الباقي من حياتها. وبعد ما العملاق بيخلص أكل بيحط البطانية على صوفي اللي مش بتبطل كلام، وبتقول له إنها هتهرب من هنا بأي طريقة، فبيشيلها وبيقول لها لو حاولت تهرب من هنا العمالقة هيقبضوا عليها وياكلوها، وبيحطها على مكان في أعلى السفينة اللي بيستخدمها العملاق كسرير ليه. وبعدها صوفي بتشوفه وهو بيجهز شنطته وشايل برطمان جواه حاجة بتنور، وبيقول لها إن البرطمان ده جواه أحلام. ولما بتقول له إنها ما بتحلمش وهي نايمة علشان عندها أرق، بيقرا لها العملاق الطيب من كتابها اللي بيكون صغير جدا بالنسبة له لحد ما بتنام. وبعد ما العملاق بيتأكد إنها نايمة بيروح للكهف وبيحرك عصاية بتتحكم في باب ورا شلال، وبيكون ده باب المعمل السري بتاعه، وبيبقى المعمل مليان برطمانات فيها أحلام بتنور، وبيجمع العملاق برطمانات وبيعمل خلطة بينهم علشان يصنع كابوس لصوفي. وبعد شوية بتصحى صوفي من النوم وبتشوف العملاق نايم مكانه على السفينة، فبتهرب من بيته وبتجري لوحدها في منطقة غريبة، لكن فجأة بيظهر عملاق تاني وبيمسكها
وبتشوف صوفي العملاق الطيب وهو بيقفل باب بيته وبيبص لصوفي وهو حزين عليها، وبياكل العملاق التاني صوفي. لكن بتصحى صوفي من النوم وبيطلع ان ده كابوس العملاق كان صنعه في المعمل، وبيشيلها وبيحطها على الترابيزه علشان تفطر معاه. وبتشوف صوفي ازازه فيها سائل فوار غريب، الفقاعات فيه بتنزل لتحت بدل ما تطلع لفوق. فبتسأل العملاق ايه ده، فبيقول لها ان ده مشروب كحول غير عادي، وبيشرب منه العملاق وبيضرب بومبا بتخليه يطير من مكانه. وبعدها بيدخل عليهم قائد العمالقه وبيبقى عايز العملاق الطيب يعالج الجرح اللي في صباعه، وبيتكلم زي الاطفال. في الوقت ده بتكون صوفي مستخبيه وبتشوف العملاق الطيب وهو بيقول للقائد انه هيعالجه لكن في وقت تاني. فبيتعصب القائد وبيقول له ان لازم يعالجه حالا. فبيجيب العملاق الطيب جردل فيه ميه وبيخوفه بيه لان القائد بيخاف من الميه جدا، وبيجيب كمان قماش وبيعالج الجرح. وبيشم القائد ريحة إنسان وبيسأله لو قبض على إنسان، فبيجذب العملاق الطيب على القائد وبيقول له لأ. وبتستخبى صوفي جوه الخضار اللي شكله زي الخيار، وبيفضل القائد يفتش في المكان علشان يلاقي الإنسان اللي شم ريحته، وبيقول له إنه جعان. فبيديله العملاق الطيب قطعة من الخيار علشان ياكلها، وما بيكونش عارف إنه صوفي دخلت جواها. وبيبدأ القائد ياكل الخيار، لكن العملاق الطيب بياخد باله من رجل صوفي طالعة من الخيار. فبيفكر القائد إنه بيكره الخضار علشان ما ياكلش صوفي، فبيرمي القائد الخيار على الأرض بسرعة، وبياخد معاه إزازة المشروب السحر الأخضر، وبيقول للعملاق الطيب إنه عار على العمالقة، وبيسيبه يمشي. وبيحط العملاق الخيار على الترابيزة، وبتطلع صوفي من الخيار وهي متوسخة، وبياخدها العملاق للمعمل بتاعه وبيفتح عليها المية وبيخليها تستحمى وهي في كف إيده. وبعدها بيقربها من النار علشان تنشف، وبيجيب صندوق فيه ملابس للبشر وبيخلي صوفي تغير هدومها اللي كانت مبلولة. وبيحط العملاق حاجات صوفي الخاصة في فتحة في الشجرة علشان تنام فيه زي أوضتها. وبعد ما بيشوف صوفي غيرت هدومها بيشيلها وبيطلعها لمكانها المخصص علشان تقعد فيه، وبيروح علشان يشتغل. وبتسأله صوفي هو شغال ايه، وبتوعده انها مش هتقول لحد. فبيقول لها انه بيمسك الأحلام، فما بتكونش صوفي فاهمة هو قصده ايه، وبتتحايل عليه كتير علشان ياخدها معاه الشغل. وبيوافق العملاق بعد ما بيلاقيها مصرة كاستثناء لمرة واحدة. وبتقعد صوفي على كتف العملاق وبيخرجوا بره الكهف بتاعه، وبيوريها باقي العمالقة وهم نايمين على الأرض، وبيتسحب ما بين العمالقة علشان ما يصحوش. لكن بيصحى قائد العمالقة وبيشيل الطيب من رجليه، وبتقع صوفي على الأرض وبتستخبى في عربية وبتقع منها البطانية بتاعتها. وبيفضل القائد يلعب مع باقي العمالقة بالعملاق الطيب اللي بيكون جسمه أصغر بكتير من باقي العمالقة، وبيفضلوا يشقطوه لبعض زي الكورة وبيتنمروا عليه. وبيمسك عملاق منهم العملاق الطيب وبيحطه على العربية، وبيحرك العربية على جبل. وبيجيب عملاق تاني عربيتين وبتكون صوفي جوه واحدة منهم، وبيلبس العربيتين زي السكيت وبيتزحلق بيهم على جبل علشان يقابل العربية اللي عليها العملاق الطيب من الناحية التانية. وبتاخد صوفي بالها إنها تصطدم في العملاق الطيب، فبتمسك دركسيون العربية وبتغير مسارها، وبتخلي العملاق اللي على العربية يفتح رجليه جامد، وبتخبطه عربية العملاق الطيب تحت الحزام. وبيكون القائد وباقي العمالقة مستمتعين وهم بيضحكوا على اللي بيحصل، لكن الدنيا بتمطر وبيكون العمالقة بيخافوا من المية جدا. فبيستخبوا وبيروح العملاق الطيب يجيب صوفي وبيهربوا بسرعة. وبيلاقي القائد بطانية صوفي بيشمها وبيتأكد إن في إنسان موجود بينهم. وبيمشي العملاق الطيب مع صوفي وبيروح المنطقة ما بين السحاب، وبيوصلوا لأرض الأحلام. وبيكون الوقت بالليل، وبيقول العملاق الطيب لصوفي إنه بيعرف يسمع صوت الحيوانات والأشجار والنجوم. وبيسيب صوفي على الأرض، وبتلاقي صوفي بحيرة بتعكس صورة الشجرة الضخمة المظلمة، وبيبان في الانعكاس إن الشجرة فيها حاجات بتنور. وبيقول العملاق الطيب لصوفي إن كان جسمه كبير زي باقي العمالقة، لكنه لما نزل في البحيرة حجمه بقى أصغر. وبينزل العملاق في البحيرة وبتنزل صوفي وراه، وبتكتشف إن البحيرة دي عبارة عن بوابة سحرية بتوصلهم لعالم الأحلام. وهناك بيعرفها العملاق إنه بيجمع الأحلام اللي بتنور وبتنزل من أوراق الشجرة السحرية. وبيكون في حلم غريب عمال يطير بسرعة، وبيبقى العملاق مش قادر يمسكه بسهولة. وبيروح الحلم ناحية صوفي، وبيعرف العملاق إنه يمسكه وبيحطه في برطمان، وبيظهر جوه البرطمان شكل وش صوفي. وبيشجع العملاق صوفي على إنها تمسك الأحلام، وبتروح تعمل ده بعد ما كانت مترددة. وبتقدر تمسك حلم بينور أحمر، لكن العملاق بياخده منها بسرعة علشان ده بيكون كابوس. وبيختفي العملاق فجأة، وبتندى عليه صوفي وهي قلقانة، لكن بيكون في الناحية التانية من البحيرة. وبيمد ايده في البحيرة وبيطلع صوفي من الناحية التانية، وبيتحركوا مع بعض. وساعتها بتقرر صوفي انها تسمي العملاق الطيب BFG، واللي معناه بالعربي عملاق ضخم جدا. وبياخد BFG صوفي معاه لمدينة لندن، وبيكون معاه بوق الأحلام السحري، وبينفخ فيه الأحلام للأطفال وهم نايمين. وبيحكي لصوفي إن عمره زي عمر الأرض، وإنه موجود من قبل البشر ما يكونوا موجودين، وإنه كمان بيعرف يسمع قلب صوفي وقلوب الأطفال عموما. وبعد ما بيخلص شغله بيرجع هو وصوفي، وبيمشوا من المدينة، وفي طريقهم بيستخبوا لما بيشوفوا العمالقة وهم بياكلوا البشر.
وبيسأل بي اف جي صوفي هي بطانيتها فين، فبتقول له انها وقعت منها في ارض العمالقة، وبيقلق بي اف جي جدا بسبب ده. وبعدها بتصحى صوفي من النوم وبتلاقي نفسها قدام دار الايتام، وبيقول لها بي اف جي انه خايف عليها من العمالقة الاشرار ولازم يرجعها مكانها. ولما ما بتوافقش صوفي انها تسيبه، بيقول لها على قصة ولد كان عايش معاه زيها والعمالقة لقوه وكلوه، وبيرجع العملاق الطيب لوحده. وبترجع صوفي لسريرها في دار الايتام، وبتفتكر كلام العملاق انه بيعرف يسمع قلبها، فبتروح للبلكونة وبتنط منها وبتخاطر بحياتها علشان بتكون متأكدة انه هيظهر. وبيمسكها بي اف جي قبل ما تلمس الارض وبينقذ حياتها، وبيقرر ياخدها معاه البيت وما يسيبهاش. وبيشوفهم قائد العمالقة وهم مروحين البيت، وبعدها بيكون بي اف جي في المعمل وبيفكر في خطة علشان يمنع العمالقة الأشرار إنهم يروحوا للبشر وياكلوهم. وفجأة بيدخل القائد والعمالقة المعمل وبيدمروه علشان عاوزين يلاقوا صوفي، لكن بتكون صوفي مستخبية في أوضتها. ولما بيشم العملاق ريحتها بتجري صوفي وبتدخل فتحة تانية في الشجرة، وبتعرف صوفي إن دي كانت أوضة الولد اللي بي اف جي حكى لها عنه. وبيشوفها قائد العمالقة، لكن بي اف جي بيقرر إنه يكون شجاع ويواجه العمالقة، وبيجيب جردل مليان مية وبيخوف بيه العمالقة وبيخليهم يبعدوا عن صوفي. وبعدها بتشوف صوفي صورة الملكة في أوضة الولد وبتجيلها فكرة، وبتطلع صوفي لبي اف جي بعد ما قدر إنه يمشي العمالقة، وبتقول له إنها هتطلب المساعدة من الملكة، وعلشان يعملوا ده لازم بي اف جي يصنع كابوس مخصوص للملكة. وبيروح بي اف جي المعمل وبيعمل خليط من الأحلام فيه الأطفال والعمالقة، وبيحط الكابوس في برطمان. وبتكون خطتهم إنهم يخلوا الملكة تحلم باللي بيحصل، وبعد ما تصحى تشوف صوفي وبي اف جي من الشباك. وبيكون بي اف جي قلقان ومش عايز اي حد يشوفه، وبتقدر صوفي تقنع بي اف جي بالخطه، وبيروحوا قصر الملكه بعد ما قدروا يستخبوا من الحراس. وبيوصلوا لشباك اوضه الملكه وهي نايمه، وبيستخدم بي اف جي البوق السحري وبينفخ الحلم في عقل الملكه. ولما بتصحى الملكه الصبح من الكابوس بتخاف وبتحكي لخدمها على اللي شافته وهي نايمه. وبيكون في خادمه اسمها ماري بتجيب للملكه الفطار، وبتعرف اللي الملكه حلمت بيه. وبتفتح تقرا الجرايد وبتلاقي خبر عن اختفاء الاطفال في الفتره الاخيره، وبتعرف ان اللي الملكه حلمت بيه ده حقيقه. وبتظهر لها صوفي اللي الملكه شافتها في الحلم، وبتقول لهم على بي اف جي وبتخليهم يوعدوها ان محدش يأذيه. فبتوافق الملكه على طلب صوفي، وبتنده صوفي على بي اف جي، وبيظهر للملكه والحراس، وبتخلي الملكه الحراس يسيبوه بعد ما عرفوا انه مش خطر عليهم. وبيقرب بي اف جي من الشباك اللي فيه الملكه وبينحني ليها كاحترام، وبيقول لها انه جه هنا علشان يساعدها. وبتوافق الملكه على الخطه اللي قالها لها العملاق الطيب. وبعدها بتتصل الملكه على قاده الجيش وبتخلي صوفي تلبس هدوم شكلها جميل، وبيروحوا يفطروا مع بعض في القصر. وبيدخل العملاق القصر وهو بيزحف على ركبته، وبيلاقيهم عاملين سفره ليه مخصوص، وبيعجب اكل البشر بي اف جي، لكن القهوه ما بتعجبوش، وبيتفاها من بقه على الخدم اللي كانوا واقفين جنبه. وبيطلع ازازه المشروب السحري وبيعرضه على الملكه. وبيوصل قاده الجيش وبتامرهم الملكه انهم يقضوا على العمالقه الاشرار اللي في ارض العمالقه، وبيقول لهم العملاق الطيب على الطريق لارض العمالقه، وبيخليهم يشربوا من المشروب السحري اللي بيخليهم يضربوا بومبا بتخليهم يطيروا. وبتامرهم الملكه انهم يبداوا في تنفيذ الخطه. وبيروح بي اف جي ارض العمالقه وبتطير طيارات الجيش وراه. وبيوصل بي اف جي وصوفي للمعمل وبيصنعوا الكوابيس للعمالقه، وبيروحوا عند العمالقه وهم نايمين، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض وهم مستنيين الوقت المناسب. ولما الشمس بتطلع بيكون ده الوقت المناسب علشان يبداوا ينفخوا الكوابيس في عقول العمالقه، لكن بي اف جي بينسى يجيب البوق السحري معاه. فبتستخدم صوفي جسمها الصغير علشان تفضي برطمانات الكوابيس في عقول العمالقه وهم نايمين. لكن قائد العمالقه بيصحى وبياخد باله منها، فبتكسر صوفي البرطمان وبتدخل الكوابيس في عقول العمالقه. لكن قائد العمالقه بيقدر يمسك الكابوس اللي كان هيدخل عقله وبيدمره. وبيكون باقي العمالقه بيحلموا بالكوابيس، وبيحاول القائد يمسك صوفي، لكن بي اف جي بيتدخل وبيدافع عنها. وبيشيل القائد بي اف جي وبيحاول يقتله، لكن بتظهر طيارات الجيش وبيرموا حبال وشباك على العمالقه، وبيعرفوا انهم يقبضوا عليهم كلهم. وبتاخدهم الطيارات وبيحطوهم على جزيره معزوله علشان ما يعرفوش العمالقه انهم يهربوا منها. وبيرمي الجيش للعمالقه بذور زرع الخيار العملاق علشان العمالقه يزرعوه على الجزيره وياكلوا منه. وبترجع صوفي لندن وبتعيش مع ماري في قصر الملكه. وفي يوم بتصحى صوفي من النوم بعد ما جالها حلم عن بي اف جي وهو عايش سعيد لوحده في ارض العمالقه، وبيبقى بياكل من اكل البشر بعد ما عرف انه يزرعه بنفسه بدل ما كان بياكل الخيار اللي طعمه وحش. وبتروح صوفي للشباك وبتتكلم مع بي اف جي رغم بعد المسافه بينه وبينها، بس بتكون عارفه انه هيعرف دايما يسمعها من اي مكان زي ما وعدها. وفعلا بيقدر يسمعها بي اف جي من ارض العمالقه، وبيبتسم وهو بيسمع صوت صوفي. لحد هنا الفيلم خلص. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، واشتراك في القناه لو مش مشتركين، وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.